أخطر جزيرة في العالم هي جزيرة جراندي بالبرازيل. الجزيرة دي بتبعد 32 كيلو متر من السواحل البحرية للبرازيل، ومساحتها 43 كيلو متر. سموها جزيرة الأفاعي علشان موجود عليها أخطر وأكبر أنواع الأفاعي والتعابين على وجه الأرض، وصحيفة ناشونال جيوغرافي صنفتها من أخطر الأماكن على وجه الأرض علشان ما ينفعش يعيش عليها بشر، ولازم اللي ينزل عليها لازم يكون أحد الباحثين، ولازم يكون كمان واخد تسريح من الحكومة، لأن اللي بيخش هناك لازم يكون مصيره الأخير هو الموت، حتى لو قعد دقايق أو ساعات بس بيبقى مصيره الموت المحتوم هناك. لو عايزين تكملوا بقية الحكاية وتعرفوا بقية القصة، تعالوا شرفوني واشتركوا في قناتي. كل يوم حكاية مع هناء عياد، مستنياكم. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء عياد. النهاردة قصتنا قصة عن أخطر جزيرة في العالم. الجزيرة دي بتبعد 32 كيلو متر عن السواحل البحرية للبرازيل، ومساحتها حوالي 43 كيلو متر. ليه سموها أخطر جزيرة في العالم؟ وسموها واطلقوا عليها اسم جزيرة الافاعي علشان موجود عليها اكبر واخطر الافاعي والتعابين على وجه الارض عليها، لدرجة ان صحيفة ناشونال جيوغرافي صنفتها انها من اخطر الاماكن اللي موجودة على وجه الارض، لدرجة علشان موجود عليها حوالي 4000 نوع من التعابين والافاعي مش موجودين في العالم، موجودين هناك بس على الجزيرة. الجزيرة دي ما ينفعش ينزلها اي بشر عادي، لازم ينزلها احد الباحثين، ولازم يكون كمان بتسريح من الحكومة، ويكون عنده الادوات الخاصة اللي تقدر تحميه علشان يقدر يتعامل على الجزيرة. طيب الجزيرة دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها تعابين موجودين من ملايين السنين، مش موجود الاصناف اللي موجودة حوالي 4000 صنف مش موجودين خالص في اي حتة، ومن اهمهم ومن اخطرهم الذهبية. ده من اقوى ومن اخطر الافاعي اللي موجودة على مستوى العالم، لان السم بتاعه بيتعدى 5 اضعاف السم العادي للافاعي والتعابين. والسم ده لو البني ادم اتعرض له واخده عنده استعداد يدوب لحم البني ادم. وطبعا في كذا رواية خاصة بالجزيرة، ومن اهمهم روايتين. رواية عن حارس كان في فنارة هناك، ونزل حارس هو واسرته علشان يحرس الفنارة دي، واخدوا منزل قريب من المكان، ونسيوا في يوم الشباك بتاع الأوضة مفتوح، الا وهم نايمين لقوا التعابين والافاعي هجمت عليهم، جريوا في الجزيره كلها. بس للاسف صحيت راحت الجهات المختصه، لقيتهم كلهم ميتين من لدغات ولسعات في جسمهم بشكل بشع. وبعد كده القوات البحرية البرازيلية أصدرت قرار إنها هي اللي تتولى حراسة الفنار، ومنعت إن أي حد يجي يقيم هناك. وبعد كده في رواية خاصة بصياد كان راكب القارب بتاعه واتعطل، والمية جرفته ناحية الجزيرة، وجت برضو القوات الخاصة علشان تبص وتشوف ايه اللي حصل، لقيته ميت بلدغات كتير، والدم مغرق والدم مالي القارب ومالي الجزيرة. علشان كده منعوا اي حد يروح هناك، لازم يكون حد متخصص وفاهم هو هيعمل ايه كويس، لان تعتبر الجزيرة محمية طبيعية للافاعي. ودي كانت قصتنا، القصة الخاصة بأخطر جزيرة على وجه الأرض. لو عندكم أي تساؤل أو أي حاجة ابعتها لي في التعليقات، واللي عنده قصة يبعتها لي، وإن شاء الله لكم معايا حكاية جديدة وقصة جديدة. كانت معاكم هناء عياد من قناتي كل يوم حكاية. السلام عليكم ورحمة الله.